تعالي النهاردة نعمل طبق المطاعم الشهير. هتعمليه لو بحتة لحمة واحدة هتعملي أحلى طبق بتاكليه من بره بالغالي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. طبعا أنا كنت نزلت هنا معلقتين زيت على معلقة سمنة، وأول ما سخنوا معايا نزلت بورقتين من الورق اللورا، وبعد كده نزلت ببصلاية وسط فرماها بالطريقة دي. بدأت أشوحها كده على نار عالية لحد لما بدأت تاخد اللون الذهبي معايا. في المرحلة دي ببدأ أنزل عليها بنص معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وببدأ أديله تشويحة مع البصل لحد لما هما الاتنين بياخدوا اللون الذهبي. اول ما بياخدوا اللون الذهبي معايا بصي انا هبدأ انزل بقطعة من اللحمة. لو حتة لحمة واحدة ممكن تقطعيها شرايح صغيرة وتبدأي تنزلي بيها عادي. هنزل هنا باللحمة زي ما انتوا شايفين. الوصفة دي تنفع للعزومات، بتبقى جميلة جدا وحاجة هتشرفك قدام ضيوفك. بعد ما نزلت باللحمة بدأت اديها تشويحة كده على نار عالية، وبعد كده طبعا ببدأ انزل بالتوابل. عندي هنا فلفل اسود، عندي كمان رشة من الشطة وده اختياري، وعندي كزبرة، ممكن تزودي قرفة لو انت بتحبيها. هبدأ ادي التشويحة للتوابل مع اللحمة والبصل والثوم على نار عالية. وعلى طول عندي هنا 3 طماطمات صغيرين، حطيت عليهم كوباية من اللبن او الحليب، وحطيت عليهم كوباية من المية، وضربتهم فرمتهم كويس او في الخلاط، ونزلنا بيهم على طول على اللحمة بتاعتنا. هبدأ اديهم كده تقليبة، وبنبدأ ننزل عليهم طبعا بمعلقة كبيرة، نص معلقة كبيرة من السكر انا اسفة. وطبعا هسيبهم على نار عالية لحد لما الطماطم تبدأ تغلي معايا. اول ما بتغلي بالطريقة دي بغطي عليها وبهدي النار واسيب اللحمة لحد لما تستوي معايا تماما. هنا طبعا اللحمة بتاعتنا كانت استوت. لو حسيتي ان اللحمة بتاعتك ما استوتش ولسه محتاجة تستوي، فابدأي نزلي عليها مية مغلية، ما تنزليش مية باردة. بما ان اللحمة بتاعتنا استوت نزلت هنا بالمية، والمية بتاعتنا مغلية. اسيبهم طبعا ياخدوا غلو على نار عالية. ونزلت بمعلقة كبيرة من الملح لان احنا ما نزلناش الملح. اول ما غليوا معايا كده انا عندي هنا 3 كوبايات كبار من الرز البسمتي. كل كوباية من الرز البسمتي ليها كوبايتين من المية. هبدأ انزل بالرز البسمتي. طبعا انا غسلته وصفيته من ميته على طول، ما نقعتوش. طبعا هسيبهم كده على نار عالية يغلوا معايا لمدة 10 دقايق. هنا كان عدى عليهم 10 دقايق غليان على نار عالية. هبدأ دلوقتي اهدي النار وسط واسيبهم لمدة 3 دقايق. بعد ما عدى عليهم 3 دقايق بالطريقة دي انا ما بسيبش الرز لما ينشف معايا تماما، بسيب حاجة بسيطة جدا من المية بتاعته، وببدأ اهدي النار على الاخر واغطي عليه واسيب الرز معايا لحد لما يستوي ويتلدن معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى نشوف وصفتنا للنهاردة. ما اخدتش وقت خالص، طعمها حلو قوي زي ما قلت لكم. تنفع للعزومات. لو انت حابة تعملي الطبق ده في عزومة ممكن تقطعي حتتين من اللحمة مكعبات صغيرة وتعملي الوصفة بنفس الطريقة على اي كمية رز وهيديكي نفس النتيجة. شايفين الرز معايا قد ايه مفلفل، اللحمة مستوية حلوة قوي وطعمها حلو قوي مع الرز. طبعا انا كنت في طاسة على النار، حطيت معلقة كبيرة من السمنة. اول ما سخنت نزلت عليها بفول سوداني وحمصته. ممكن بعد ما الفول السوداني يتحمص معاكي تنزلي عليه بحبة من الزبيب وتديهم تقليب على النار وترفعيهم على طول من على النار. بس كده وصفة النهاردة طعمها حلو قوي. الرز مفلفل معايا ومستوي حلو قوي، اللحمة مستوية حلوة قوي. فوصفة النهاردة بجد جميلة جدا، اتمنى بجد تجربوها. شايفين اللحمة معايا قد ايه دايبة. فيا رب تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص معاكي، وأوفر ما إنك تشتريها من بره.